أحلامي أرى نفسي في غابة، أركض تحت شجرة طويلة، أريد أن أصعد إلى القمة حيث أستطيع أن أرى المكان في ضوء الشمس. أريد أن أسرق العش الذي يحوي البيضة الذهبية، وإذا بي أتسلق، ولكن جذع الشجرة سميك أملس، وأقرب غصن بعيد عن متناول يدي. أنا أعلم أنني إذا استطعت أن أمسك بأول غصن استطعت بلوغ القمة، كما لو كنت أرتقي السلم. لم أمسك بعد بهذا الغصن، لكنني سأفعل ذلك يوما ما، حتى لو لم يكن ذلك إلا في الحلم. أنا هنا أفكر معك عن الأحلام واليوم. جاري، تعال بنا نخرج إلى الحديقة. هيا. جوليا، يجب أن ننام الليلة فوق 9 زهرات من أزهار منتصف الصيف كي تتحقق أحلامنا. ماذا؟ هل في عينيك شيء؟ لا، مجرد غبار ستشفى بعد دقيقة. لابد أنني طرفتها. اجلس إذا ودعني أخرج الغبار من عينيك. اجلس، افعل كما أقول لك ولا تتحرك. يوه، افعل كما أقول لك. ترتكب. رجل كبير طويل وهاتان الذراعات. مس جوليا، attention, je ne suis qu'un homme. سي أستي، أخرجت الغبار. ها، قبل يدي وقل شكرا. جوليا، كريستين في حجرتها اليوم. اسمعيني أولا، اسمعي ما أريد أن أقول. قبل يدي أولا. اسمعيني أولا. حسنا، لكن لا تلومي إلا نفسك. لماذا؟ ماذا؟ أنت لست طفلة، أنت في 25. ألا تعلمين أن من الخطورة اللعب بالنار؟ هذا لا يسري عليك. أنا مؤمنة ضد الخير. لا، لست مؤمنة، وحتى لو كنت حولك مواد قابلة للاشتعال يجب أن تحسب حسابها. هفاني نفسك. طبعا، لكن ليس لأنني من أنا، ولكن لأنني شاب ولطيف. ألست مطلوبا؟ أعتقد أنك مطلوبا. هل تعتقدين ذلك؟ بدأت. ارفع يدك. هل تعنين ذلك حقا أم كنت تمزحين معي؟ بل أعني. كنت تعنين كل ما حدث. يا جوليا، لدي عمل يجب علي أن أؤديه. أنا بعد منتصف الليل بكثير، ويجب أن ننظف حذاء الكم. دعك من هذا الحساب. لا، هذا عملي وسأؤديه. ليس من المفروض أن أكون رفيق لحم لك، ولن أكون. احترامي لذاتي يمنعني من ذلك. أنت متكبر. ربما في بعض الأمور، ولكن ليس في بعضها الآخر. هل جربت الحب أبدا؟ ماذا؟ نحن لا نستعمل هذه الكلمة، ولكنني استلطفت كثيرا من الفتيات. وذات مرة اشتد بي المرض لأنني لم أستطع أن أنال الفتاة التي كنت أريدها. من هي؟ من هي؟ لم تستطيع أن تقدميني على أبيك إلا إذا سألته كند لك كصديق. من هي؟ من هي؟ شيء لطيف، بل شيء مضحك. شيء هذه القصة التي رفضت أن أقولها لك منذ قليل، ولكنني سأقولها لك الآن. هل تتصورين كيف يبدو العالم وأنت تنظرين إليه من أسفل؟ بالطبع لا. شأنك شأن النسور والصخور،
فنحن لا نرى أظهرها أبدا، لأنها طول الوقت تحوم عالية فوق رؤوسنا. لقد نشأت في زريبة مع 7 إخوة وأخت وخنزير. كانت تلك الزريبة في الأرض الجرداء حيث لا توجد ولا حتى شجرة، لكن النافذة كانت تطل على سور حديقة أبيك. كنت أستطيع رؤية أشجار التفاح من فوق السور. وذات مرة استخبرتني أمي لتنقية الأعشاب من الأرض المزروعة بالبصل، وبجوار حديقة المطبخ كان هناك سلام. كنت أرى الناس يدخلون منه ويخرجون، وذات مرة خرج منه أحد الناس وترك الباب مفتوح. اختلست النظر. كانت الجدران مغطاة بصور لأباطرة وملوك، وكانت هناك ستائر حمراء ذات شراريب تغطي النوافذ. أنت تعلمين المكان الذي أتحدث عنه. لم أكن قد دخلت القصر من قبل، ومهما اتجه بي الفكر لم أكن أستطيع أبدا أن أبعد صورته عن جهة. شيئا فشيئا تملكتني رغبة عارمة في أن أتذوق ولو مرة واحدة لذة تلك الأبهة المتناهية. وأخيرا تسللت ورأيت وذهلت، ثم سمعت صوت أحد قادم. لم يكن هناك سوى طريق واحد للخروج للسادة بالطبع، أما أنا فلم يكن أمامي سوى طريق واحد لا مفر أمامي من استخدامه. وبمجرد أن زحفت إلى الخارج اصطدمت بأشجار التوت، ورحت أدوس فوق أغصان الفراولة، وخرجت إلى حديقة الورد. هناك لمحت فستانا وردي اللون وزوجا من الجوارب البيضاء. أنت. زحفت فابتكرت من الأعشاب ودخلت في وسطها. تستطيعين أن تتصوري كيف كانت حالي وسط الأشواك وفي تربة مبتلة قدم. ورأيتك تمشين بين أشجار الورد. رحت أقول لنفسي: لا يستطيع ابن فلاح فقير مثلي الدخول إلى الحديقة واللعب مع القطط. هل تظن أن هذا هو ما يشعر به كل الأطفال الفقراء؟ كل الأطفال؟ نعم بالطبع. لابد أن الفقر أمر طبيعي. يا أمي جوليا، الكلب يستطيع أن ينام على الأريكة التي تجلس عليها سيدته. الحصان يستطيع أن ينعم بيد سيدته وهي تربط له على أنفه. أما الخادم، تعرفين ما فعلت بعد ذلك؟ يوم أحد تالي اغتسلت بالماء والصابون السهل ولبست أحسن ملابسي، ثم ذهبت إلى الكنيسة كي أحضر النظر إليك. ورأيت، عزمت على أن أعود إلى البيت وأموت. كانت هناك شجرة في باب الزهاير، رحت أخطف كل أزهارها وأضعها في صندوق الشوفان. جعلت منها سريرا لنفسي، جذبت اللقاء، أغلقت عيني واستسلمت للنوم. لكنني لم أمت كما ترى، إلا أنني صحوت وأنا أشعر بمرض شديد. لا أدري ماذا كنت أريد. لم يكن لدي أدنى أمل في الفوز بك بالطبع، لكنك وقفت هناك رمزا لانعدام أي أمل في الارتفاع عن الطبقة التي ولدت أنا فيها. لقد رويت ذلك بطريقة رائعة. هل ذهبت إلى المدرسة؟ فقط المدرسة، لكنني قرأت كثيرا من الروايات، كما أنني من عشاق المسرح، ثم أنني استمعت إلى حديث ناس ينتمون إلى طبقات أكثر من طبقتي، وكانت هذه الأحاديث خير مدرسة الدين. تقف هناك وتنصت إلى ما نقول. ولم لا؟ ولقد استمعت الكثير وأنا أخوض العربة أو عندما أقوم بالتكليف في الزورة. ولقد سمعتك ذات مرة وأنت تتحدثين إلى إحدى صديقاتك. وماذا سمعت؟ لا، هذا ما لا أحب أن أخبرك به، ولكن هذا الحديث قد فتح أمام عيني أبوابا كثيرة. لا أدري كيف تعلمت أنت أن تنطقي بهذه الكلمات وهذه الألفاظ.
لعل الفارق بين طبقتي وطبقتك ليس بالقدر الكبير الذي يظنه الناس. يجب أن تأكل من نفسك، إننا نحسن السلوك عندما نكون مخطوبين. هل أنت متأكدة من ذلك؟ أرجو ألا تلعب سيدتي دور البريء. الرجل الذي كنت أحبه كان نسلا. هذا هو ما تقولنه دائما فيما بعد. كفى، لا أريد أن أسمع أكثر من هذا. ليس من جويا، أريد أن أنام. جان، تنام في عيد الصيف؟ نعم، لأن الرقص مع هؤلاء الناس لا يدخل السرور إلى نفسي. إذا هاتي مفتاح مخزن القوارب وكتب لي البحيرة. أريد أن أشهد شروق الشمس. هل تعتقدين أن ذلك من الحكمة؟ يبدو أنك شديد الحرص على سمعتي. طبعا، أنا لا أحب أن يجعلني أحد أن أبدو أحد أو يطردني دون أن يعطيني شهادة بحسن الخدمة. أنا أريد أن أشق طريقي في هذا العالم. ما يجب أيضا أن أفكر في كريستين. إذا فكريستين هي السبب الآن. نعم، ولكنني أفكر فيك أنت أيضا، وعلى هذا أرجوك خذي نصيحتي، اذهبي إلى فراشك ثم نامي. هل تظن أنني سأتلقى الأوامر منك؟ هذه المرة فقط لصالحك أنت، أرجوك. الوقت متأخر جدا وحاجتك إلى النوم قد تفقدك وعيك كما يفقدك الخمر وعيك. هيا أرجوك اذهبي إلى فراشك ثم